هاي أنا فريدة. اسمي رانيا. شغالة سوفت وير انجينير، مهندسة كهرباء اتصالات. أنا جاية مع مامتي النهاردة مع بنتي فريدة. أنا اللي قلت لوالدتي الأول على سيلندر، وأصلا عرفتها من جوزي وهو عارفها من حد في الشغل أو من السوشيال ميديا حاجة كده يعني. فريدة هي اللي قالت لي الأول. اللي حصل إن أنا كنت جاية أبص على العربية ليا، ووالدتي شافت عربية هنا عجبتها، فهي استلمت عربيتها قبلها بأسبوع. أنا البروسيس بتاعي طولت أوي، غيرت رأيي كذا مرة. بنتي كانت جايه تشتري اصلا عربيه، واحنا بنبص على العربيه بتاعتها انا شفت البيجو 3008 فقررت انا كمان اشتري. انا اول عربيه جبتها سيئة ابيزا من عندكم هنا. كانت حاجه قديمه قوي، كانت يعني سوبر فيورا 127، ما اعرفش تعرفوها ولا لا. وبعدين تدرجت يعني، بعد كده كان في سكودا، وبعد كده كان في دايو جوليات، وبعد كده جبت بيجو 308 قبل ما اجيب ال 3008. انا اشتريت العربيه علشان كانت برايس رينج كويس، وعلشان انا عجبني الموتور بتاعها. كان بالنسبه لي الثلاثه سلندر ده مش حاجه مقنعه خالص. كنت اوريدي بدور على عربيه اس يو في، ويبقى موتورها عالي، وتبقى كمان ثابته على الطريق في السرعات والسفر، يعني تبقى حماله اسيه شويه. هكتشف بقى بس غالبا هيبقى جوزي يعني. جوزي. انا خدت قرار شراء عربيه مستعمله عشان البادجت وش يعني. السوق بقت العربيات فيه غاليه قوي يعني، وطالما حاجه مش ماشيه كتير او حاجه انت ضامن شاريها منين فخلاص واي نوت يعني. كان بقالي فتره بدور على عربيه اس يو في كروس اوفر بمواصفات معينه، وبعدين فجاه الاسعار طبعا نطت، اتضربت في 3 أو 4. فلما جيت مع بنتي هنا في سيلندر اي فاوند ان انا في الكار اللي انا عايزاها بنفس المواصفات ونفس الامكانيات، مستعمله بس حالتها كويسه مع التراست بقى. ف I decided ان انا اخد تجربه ان انا اجيب مستعمل يعني. انا اخترت سلندر عشان الناس هنا كانت مريحه، والناس كانت صريحه جدا، اللي هي العربيه فيها 1 2 3 سواء الكاستمر قابلها بالعيوب اللي فيها او لا. فكره ان في ضمان او ان انا ممكن ارجعها بعد 7 ايام ده برده موضوع لطيف جدا يعني. انا عرفت سلندر عن طريق بنتي الحقيقه، انها زي ما قلت في الاول كانت جايه هي تشتري عربيه. طريقه التعامل الحقيقه احنا كان معانا يعني حظنا الحلو ان احنا وقعنا مع حد كويس قوي، مستر محمد يوسف. هو اللي كان مسهل التعاملات، وكان واخدنا بالراحه قوي ومستحمل يعني، كان فيري بيشنت معانا قوي في كل الاسئله، او حتى ايفن التخوفات اللي كانت عندنا من ان احنا نجيب عربيه مستعمله. بس هو هي ميد ات فيري ايزي بصراحه يعني. اكتر ميزه عجباني في سندر الناس لطيفه، ان يعني بيستقبلوك حلو، بيتابعوا معاك كويس كده. فبالنسبه لي تعامل الناس ده بالنسبه لي حاجه حلوه يعني. الاونستي الحقيقه، انه حد بيقول لك من الاول دي عربيه مستعمله فيها كل الحاجات ديت، فبيقول لك المشكله دي او المشكله دي، يعني بيقول لك كل البروز اند كونز، وانت ليك مطلق الحريه ان انت يو ديسايد في النهايه. فما هماش اصلا كانوا مخبيين اي حاجه، وعجبني ان هم بيعملوا تشيك ليست للعربيه من الاول، وانها بتعدي على كل السيرفيسز، بحيث ان هو يقول لك احنا عملنا لها وغيرنا لها، ودي كان فيها المشكله الفلانيه وصلحناها. فبينج اونست هو ده اللي عمل ايرنينج للتراست، انه ايفن نكمل الديل دي. ما كنتش متوقعه ان انا لما غيرت رايي مثلا من عربيه لعربيه تانية الموضوع كان سهل قوي، اللي هو فك الحجز من العربيه دي حط الحجز على عربيه تانية. وحتى سهوله ان هو الويب سايت ساعات بيقول ان انا لازم اجي ابص على عربيه معينه، بس الناس هنا لطيفه ان هي لو طالما الحاجه معروضه انت ممكن تبص عليها عادي، مش فكره اللي انت حاجزها بس يعني. التعاملات الماديه الحقيقه كانت اسهل حاجه. الاجراءات كانت سهله قوي يعني، من ساعه ما حجزنا العربيه لحد ما استلمناها يعني almost within a week. انا I did manage ان انا اخد العربيه، ف this was very great يعني. دخلت عليه، اتفرجت على كان في العروض بتاعه العربيات، وكان في برضو الميزه ان هو حاطط السبيكس بتاعه العربيات حلوه قوي يعني. يعني حتى اللي مش عارف ازاي يتعامل مع الويب سايت، لا it was very easy يعني. لا طبعا. لا طبعا في هديه عيد ام تانية غير ان هي جابت عربيه من سلندر.
كان حلو قوي ان احنا جينا وجبنا حاجه مع بعض واحنا اتنين توفقنا في عربيه. كان الموضوع لذيذ جدا مسلي يعني. وتعالي بصي على عربيتي، لا تعالي بصي على عربيتي انا الاول كده يعني. انا بالنسبه لي كانت لذيذه قوي ان انا بشاركها تجربه اول عربيه هي بتجيبها، وهي في نفس الوقت بتشاركني العربيه اللي انا كان نفسي فيها نفسي وجيبها يعني. ف it was very pleasant. يلا هابي مادرز داي. كل سنة وانتم طيبين، ودي كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا. فبليز كيب ات اب يعني. حقيقة الشغل والتيم ورك وكل الجهد المبذول ده، فبليز كيب ات اب. ثانك يو.